مننا اتعلم وتربى على حواديت أبلة فضيلة، اتعلمنا منها سلوكيات حلوة كتير جدا. واحنا كمان ممكن نستخدم الحدوتة مع أطفالنا علشان نعلمهم أو نوجههم. لو تأملنا قصص القرآن الكريم هنلاقي إن الطيور والحيوانات والحشرات لها نصيب كبير جدا منها، وده لأن كل كائن بتكون له صفات تميزه. وأول ما تسمع اسمه الصفات دي تيجي على بالك، زي الفيل مثلا، أول ما تسمع اسمه إيه اللي بيجي على بالك؟ القوة، الضخامة. الطيور والحيوانات بتجذب انتباه اللي بيسمع القصة. بنتعلم كمان منها قيم تربوية جميلة جدا، زي مثلا الغراب اللي علم ابن سيدنا آدم كيف يواري سوءة أخيه، والفيل اللي كان جند من جنود الله ورفض هدم الكعبة، والطير اللي كان جند من جنود الله وقتل جيش أبرهة، والحوت اللي ابتلع سيدنا يونس وحماه من الهلاك، والهدهد والنملة وغيره وغيره. قمة في الإبداع. كل واحد فينا جواه حدوتة مميزة سابت أثر في نفسه. أول حدوتة سمعها، أكتر حدوتة أثرت فيه، اكتر شخص سمع منه حدوته وحبها. الحدوته بتسيب اثر جوه نفوسنا سواء كنا صغيرين او كبار.